كيفاش حتى ولجت لاله ريم للسياسه؟ واش بحكم الوسط العائلي؟ لان ريم شاباط كما هو معروف هي الابنه ديال السي حميد شاباط الامين العام لحزب الاستقلال سابقا والبرلماني والعمده ديال فاس، واسمه تبارك الله راه كيعرفوا المغرب كامل. اسم على مسمى. واش وصلت واش ريم دخلت للسياسه بفعل الوسط العائلي، كبرت وسط واحد الوسط العائلي سياسي، ام تم الدفع بها دفعا الى السياسه؟ لا نهائيا. انا اولا الترشح ديالي كان عن اقتناع، بحكم انني كبرت وترعرعت في واحد الوسط عائلي اللي هو سياسي مناضل مكافح بامتياز. يعني هذا ضروري غادي يكون عنده واحد التأثير على الشخصية الإنسان، لا في القناعات ديالو ولا في المبادئ ديالو ولا في الأفكار ديالو. يعني راه ما كاينش شي نهار اللي كيدوز عندنا كان زعما بلا سياسة. اذا ثم تبارك الله عائله، الام ديالك كذلك كانت برلمانيه، لا الاخوه ديالك رئيس جماعه، حاليا مازال رئيس جماعه، يعني وسط واحد الوسط عائلي كبير. يعني شفتي راسك انك انت خصك تمشي مع الناس. معلوم. طيب ما كتلقايش مشكل مع الاسم الاب ديالك؟ كيف قلنا هو الاب ديالك اسم معروف في مجال السياسه في المغرب، يعني ما كتلقايش دائما انه الاسم ديال الاب ديالك بحال كيشكل واحد الحاجز امام الطموحات ديالك؟ ديري شنو ما درتي كتبقاي ديما بنت شاباط. لا بالعكس وبدا اول حاجه كنبغي انا كنعتبر نفسي محظوظه انني ابنه حميد شاباط، لانه سياسي، زعيم سياسي ومدرسه في السياسه الذي اعطى الكثير لا سياسيا ولا نقابيا، وما زال كيعطي في اي موقع كان. بالعكس انا ما ننكرش انه غير كيتذكر الاسم ديالي يعني في اي مكان مباشره كيجي الذهن ديال السي حميد شاباط، وبالعكس انا هذا بالنسبه لي زعما نقطه جيده، نقطه ايجابيه معلوم. كتعاونك لا ماشي كيفاش كتعاوني؟ يعني هذا الاسم ديال الاب واش كيعاونك زعما انك في الممارسه السياسيه ديالك؟ يعني انت ديجا يعني من قبل عندك واحد الاب اللي هو سياسي، كتلقاي يعني التربه سهله انك تنخرطي سياسيا وتفهمي حتى المحيط الاشتغال ديالك سياسيا، ام انه كيكون كيف قلت في الاول معيق لانه شنو ما درتي شنو ما وقع كتبقاي دائما بنت شابط، ما كتبقايش ريم النائبه البرلمانيه اللي فارضه ذاتها من خلال ممارستها؟ ذاتي وعندي انا الطموح ديالي، لان كل واحد عنده طموح ديالو، وطموح ديالي غير محدود. مستعده انا نشتغل من اي موقع، نساهم في تعزيز الحضور ديال المراه في المجال السياسي، نترافع عن قضايا ساكنه فاس والوطن العزيز. زعما من اي موقع كنت، لا في البرلمان ولا في المجالس الترابيه، سواء في اغلبيه او لا في معارضه. وباغيه ان شاء الله انا نبصم على واحد المسار السياسي ديالي ان شاء الله، طبعا بالاقتداء بالام ديالي والاب ديالي سياسيا، وان شاء الله نكون خير خلف لخير سلف. نتمناو. الاسم ديال ريم شاباط تبرز او لا عرفوه بزاف تاع المغاربه من خلال المداخلات ديالها، يعني في مجلس النواب خاصه هي كانت مداخلات من غير الجلسه ديال المساءله الشهريه، ولكن كنذكر هنا خاصه المداخلات ديال الجلسه الشهريه. يعني واش هنا يعني علاش بالضبط في الجلسه ديال المساءله الشهريه فين كنوجدوا ريم شاباط متواجده يعني بواحد النوع ديال المداخلات اللي كيثير جدل؟ لا الا ترجعتي للمداخلات ديالي راه جميع المداخلات، سواء في الاسئله الشهريه اللي موجهه لرئيس الحكومه، ولا في الاسئله الاسبوعيه ديال لا نفس المداخلات. وانا قلت لك بحكم انني واحد الوسط عائلي سياسي اللي تشبعت فيه بواحد الافكار وقناعات، اذا بالتالي راني كنهضر بصوت المواطن البسيط، كنعبر على القناعات ديالي. اذا زعما واش اللي زعما الا كنهضر في الواقع نكون لا قصدت ان المداخلات ديال السيده ريم شاباط غالبا كتكون في الجلسات ديال المساءله الشهريه فين كتخلق واحد الحدث. انا كنقدم شوف انا وربما مداخله كانت مع وزير الصحه في شي وقت ما، يعني هادو يعني المتتبعين لجلسات البرلمان ما كنلقاوش ريم شاباط يعني لا غير عاود رجع للمداخلات ديالي، يعاود رجع المداخلات كاملين بحال
وانا المواطنين وضعوا فيا الثقه ديالهم وصوتوا عليا باش نمثلهم احسن تمثيل، ومع ذلك راه كنحس براسي مقصره من جهتهم. وحنا راه كنديروا المعارضه ماشي من اجل المعارضه، كنديروا معارضه بناءه اللي الدور ديالها تنتقد الحكومه ولكن في نفس الوقت كتقدم حلول. غير هو الحكومه خصها تكون شويه قشابتها واسعه، تكون واحد المقاربه تشاركيه، يكون احترام الراي وراي الاخر، ما تكونش منغالقه على راسها زعما بحال غير هي اللي كاينه هي اللي كتفهم. انت نائبه غير منتسبه، يعني المعارضه ماشي المعارضه، لان المعارضه البرلمانيه ديال الفرق او المجموعات راه منسقين بيناتهم، انتم ما منسقينش معاهم؟ لا ما منسقينش لحد الساعه، مازال ما كاينش شي حاجه. ما فكرتوش بيناتكم انتم المعارضه الغير منتسبه؟ لان كاين نائبات برلمانات بالخصوص، كاين نائبتين برلمانيتين، كاين ربما شي نائب اخر من غير منتسبين. ما فكرتوش ديروا بيناتكم شي؟ حنا بينا 5، حنا 3 من حزب واحد. 3 في حزب واحد، وزائد نبيله منيب وفاطمه الثاني، وحده عن الاشتراك الموحد وحده عن فيدراليه اليسار. ما فكرتوش ان شاء الله مستقبلا كاينه الفكره، وان شاء الله ملي غتكون شي حاجه ضروري غتخرج الاعلام ان شاء الله. طيب على ديك المداخلات ديالك في شحال الوقت عاطي لكم في المداخلات؟ دقيقه و15 ثانيه، دقيقه و20 ثانيه. دقيقه و15 ثانيه. ورغم ذلك كتخلقي الحدث في مداخلاتك، وكتحسي بان الفكره ديالك كتوصل؟ كتوصل طبعا كتوصل. تدخل كنشوف غير في مواقع التواصل، زعما غير كنحط الفيديو ديالي تبارك الله راه كيوصل. كاين عندي فيديو اللي وصل 3 مليون و400. 3 مليون و400 في اليوتيوب ولا في الفيسبوك؟ في تيك توك، في الفيسبوك. طبعا راه كيوصل. غالبا هذوك اللي كيشوفوا في التيك توك فيسبوك راه ما كيصوتوش. واخا الوقت غير باش ما لا ماشي لا حنا ما شوف، انا ماشي الغرض ديالي يصوتوا عليا ولا ما يصوتوش عليا، الا ما تقتنعوش بيا. الا ما تقتنعش بيا هذاك طبيعه الحال انت كتمارسي السياسه، راه خصك واحد القاعده انتخابيه اللي دعمك. الدور ديالي كنديرو، كنحاول انني نمثلهم احسن تمثيل ونوصل الصوت ديالهم وندافع عليهم وبشراسه، والكمال على الله. انا هادشي ما كنديروش غير باش نجلب الاصوات ولا باش الناس زعما يتعاطفوا معايا، هادشي كنديرو من قلبي، زعما عفوي. داكشي اللي كنحس به بحكم انا بنت واحد الحي شعبي اللي خلقيت وكبرت فيه، والان مازال البيت ديالنا كيتواجد في حي شعبي ديال الام والاب ديالي، يعني راه كل نهار غاده جايه لعندهم، كنتلاقى بهاد الناس كل نهار. اذا زعما ما حاليا كيفاش بعيدا عن البحث على الاصوات. ريم شابات قبل ما تكون نائبه برلمانيه والان اكيد انت كتمشي في فاس كتعرفي الناس الان، واش لمستي شي تغيير؟ كاين شي تغيير ام يعني في التعاطي ديال الناس؟ واش كتحسي بان الناس يعني كيفهموا يعني هذيك الممارسه ديالك داخل مجلس النواب، ويعني وكيفهموا الرسائل اللي انت باغا توصليها؟ ام كيفهموها وكيتلقى دائما زعما كنتوصل برسائل عبر الهاتف ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا مباشره عند مطالب الناس اللي خصني نترافع عليها. واخا ما كيكفكش الوقت في المداخلات ديالك، مثلا انا من المتابعات ديالي المداخلات ديالك، اسمح لي قطعتك، مثلا واحد المداخله ديال اللي العنوان ديالها آية المنافق، يلا وصلتي لآية المنافق حبسك الوقت، ماشي حبسك رئيس المجلس. وكذلك المداخله الاخرى اللي لبستي فيها القبعه رئيس الحكومه، يلا وصلتي للمطلب ديال ربما الالتماس من امير المؤمنين ان وحبسك، يعني ما كتحسيش بان الفكره ديالك ما وصلتش؟ لا هو شوف، دقيقه 15 او دقيقه و20 طبعا ما كتكفينيش باش نتطرق لمجموعه ديال الامور او نهضر على النقاط بالتفصيل، زعما على كل نقطه ذكرتها في المداخله بالتفصيل، ولكن كنحاول تكون مقله وداله اللي نعبر بها على اهتمامات المواطن وعلى التحديات اللي كتواجهوا، وعلى المهم كنحاول كندير مجهودي. خلال المداخلات ديالك كنسمعوا يعني تتكون يعني ما كايناش داك الصمت، ولا تيكون بعض النقاش، واش كيكون نقاش معاك ولا لا كيكون تشويش؟ واش تشويش من طرف من؟ من طرف واحد الفريق سامحه الله. شكون هو هذا الفريق؟ الله يغفر ليه. شكون هو؟ راه تنديروها السياسه، انا ما كنقولوش الاسرار. واش كتقصدي الفريق ديال انا نعطيك مثال. مؤخرا في المداخله ديالي مع رئيس الحكومه ديال الجلسه الاخيره ديال الغذائيه، الجلسه الاخيره ديالنا، مازال انا يلاه وقفت، مازال كنشرب الماء، كنشرب كويز الماء، ما راك عارف الدروج، وقفت خديت كويز الماء ديالي والتشويش بداو الفريق ديال الاحرار. انا خديت المداخله ديالي، يلاه بديت،
وصلت كان عندي في المداخله ديالي كنت غنزول قبعه برلمانيه وغنلبس قبعه رئيس الحكومه، وها الحلول اللي غادي نتاخذ زعما بكل يعني لو كنت رئيسة الحكومه شنو الدور ديالي؟ شنو المشكل؟ فاذا به كنتفاجئ السيد رئيس الحكومه كيجاوبني كيقول لي ما تجيش معاك. رئيس الحكومه قال لي ما تجيش معاك. طبعا راه كان الميكرو مقطوع، ولكن راه تسمعت شويه في قال لك ما تجيش معاك. ما تجيش معاك، ما فهمتش انا زعما واش ما عرفتش. تجيش معاك واش حيت الواجب ديالي كمعارضه لا واش ما تجيش معاك حيت مراه، اولا ما تجيش معاك حيت سياسيين عاد باديه؟ انا ما عرفتش. ما سولتيش انت؟ لا ما سولتوش. انا قلت لك الوقت ضيق، انا نخاف نجاوب بيتقطع عليا الصوت ولا يتحسب لي في الوقت ولا دونك لا ما جاوبتش. حتى من بعد الجلسه ما مشيتيش عنده بغيتي؟ لا انا ما نطيحش في ذاك المستوى. لا ربما لان السياسه ماشي عداء. فوالا السياسه انا ماشي قلت لك السياسه لا كوني انا ما انا كنحترمو رئيس حكومه شخصيا، انا ما عندي معاه مشكل، ما عندي به زعما علاقه. كيفاش كتشوفيه كرئيس حكومه من حيث المنصب اللي هو فيه الان السياسي كرئيس حكومه المغاربه؟ كيفاش كتشوفي السي عزيز اخنوش؟ عندما يكون المنصب اكبر من الشخص.